والنهارده انا موجود في دانكن. فمن ضمن النماذج اللي هبقى بتكلم عنها في يعني ايه جلوكي، الفكره بتاعتها. اهلا بيك يا استاذ احمد. الفكره الجلوكي، يعني مثلا دانكن دونتس فتح في يعني فتح في اماكن كتيره. كان منها وعليكم السلام يا فندم. كان منها فروع في عدد من الدول، وفي احد الفروع كان عندهم مشكلة إن مفيش حركة بيع. دانكن دونتس هو بيعتمد على إن هو بيطلع القهوة مع قطع الدونتس، وبدأ إنه هو يبقى مش قادر إن هو يبيع، أو مش قادر إن هو يعني نسبة المبيعات بتاعته كانت ضعيفة جدا. ففكر في فكرة، أعتقد إن هي فكرة لطيفة، هي ممكن تبقى مكلفة. إن هو بدأ يحط زي معطرات جو بريحة الكافيين في، بدأ الأول إن هو يختار إن الفروع بتاعته، وعليكم السلام يا فندم. بدأ إن هو يختار إن الفروع بتاعته تبقى موجودة قريب من محطات المترو، وبدأ إن هو يبقى عامل نوع من معطر الجو بريحة القهوة وريحة الكافيين، ويبدأ إن هو يبقى ده بتودي الريحة بتاعة القهوة والكافيين على الناس وهي طالعة من الصفوية أو طالعة من المترو. فبقت الناس ايه ده، الله ده فيه ريحة قهوة. وبدأ ان هو من هذا الاساس بدأ ان هو يركز، وبدأت ان نسبة المبيعات تزيد. فمهم ان المنتاليتي او العقلية بتاعتنا تبقى مركزة في ده، تبقى شغالة على ده، تبقى متخيلين ازاي ان ممكن ان انت تبي جلوكال. ده مهم جدا.